هجمات نادي انبي. لاعبي خط الظهر كل منهم اعتمد على الاخر. ادي انطلاقه عماد متعب، عدى حلو، خد رامي الصبري في ظهره، ما ضغطش حسين علي، لم يخرج محمد ابو جبل، لم يلاقي عماد متعب، ركنها في الزاويه البعيده رائعه ليتقدم النادي الاهلي بهدف مبكر للغايه في الدقيقه الثانيه وتصبح النتيجه 1-0. عماد متعب يحرز 5 أهدافه في دوري هذا الموسم ليصبح قريبا للغاية من صراع الهدافين، حيث يتصدر قائمة الهدافين حتى الآن نجم الإسماعيلي حسني عبد ربه برصيد 7 أهداف. هدف يزيد هذا اللقاء اشتعالا، يزيد المباراة إثارة. من أولى هجمات النادي الأهلي ينجح عماد متعب في إحراز الهدف المبكر. التماس الآن لأحمد فتحي، ودي فاول يصفر عليه فهم عمر. محمد ناصر لمحمد صبحي، محمد شعبان ياخد عبد الله السعيد، يخلصها حسام غالي. كثافة عددية كبيرة جدا في وسط الملعب، 10 لاعبين في وسط الملعب، 5 من انبي 5 من الاهلي. متعب المتسلل بناء على رايه من المساعد الاول الدولي احمد ابو العلا، وصفرة فهم عمر يعلن عن تسلل على عماد متعب. محمد شعبان يتقدم، يلعب كرة امامية لمحمد صبحي، محمد صبحي يلعب لاحمد عبد الظاهر، لا يوجد تسلل. عبد الظاهر والفرمله بتغطيه جيده من سيد معوض، تتحول الكره الى ضربه ركنيه لانبي. اول ضربه ركنيه لانبي من الجانب الايمن رايح لها محمد ابو العلا، كانت انطلاقه لاحمد عبد الظاهر ولكن سيد معوض عمل التغطيه بطريقه جيده.